بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متى كانت ليلة القدر لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية؟ النهارده بإذن الله أنا هقول لكم يعني إحساسي أنا كأسماء ليلة القدر كانت إمتى إن شاء الله. يعني إحساسي ده مش جاي من فراغ طبعا، يعني في كده دلائل وبراهين على إنها كانت الليلة المعينة اللي هقول لكم عليها، بالإضافة إن في 3 رؤى شفتهم أنا وأختي تسنيم هحكي لكم عنها برضو بإذن الله، والرؤى دي كانت في صبيحة هذه الليلة. مبدئيا كده قبل ما أقول لكم ليلة القدر كانت إمتى، خلينا نقول إن رمضان ولا أو انتهى، ولكن رب رمضان موجود في كل وقت وحين. فاللي فاتته الأيام واللي حاسس إنه أثر في كل اللي فات، ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل وقت وحين، وعايزاكم تستمروا على الدعاء. كل واحد كان نفسه في أمنية بعينها استمر عليها حتى بعد رمضان، خاصة في الثلث الأخير من الليل، وقت تحقيق الأمان. خلينا نشوف الرؤى اللي أنا شفتها في صبيحة هذه الليلة. أول حاجة رؤيتين خاصين بي أنا، ورؤية خاصة بأختي تسنيم. الرؤية الأولى اللي أنا شفتها كان في بنت اسمها أمل، أنا مش عارفة البنت دي، معرفش هي مين، ولكن هي اسمها أمل. أمل دي كان عندها امتحان، وأنا بشرت بإن هي نجحت بنسبة 97 وحاجة كده من 10، بس مش فاكرة كان كام من 10 يعني. في نفس المنام شفت إن أنا بردد آية من القرآن الكريم، برددها بكثرة لدرجة إن أنا صحيت من النوم لقيت نفسي عمالة بردد الآية دي من كتر ما أنا فعلا وأنا نايمة عمالة أقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلقيت نفسي في المنام عمالة أكرر في الآية دي بكثرة بطريقة فظيعة. طبعا الآية دي نزلت في سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر السماء بأن تمطر، وخلاص كانت نهاية الكافرين. كل اللي مركبش مع سيدنا نوح على السفينة ربنا سبحانه وتعالى أهلكه. طيب بعد ما تم إهلاك كل الكافرين إلى على الأرض دون السفينة، ربنا سبحانه وتعالى قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك. خلاص أمر للأرض إن هي تبلع الماء بتاعها. على فكرة الآية دي فيها مجلدات اتكتب فيها كتب فيها بلاغة وإعجاز سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. خلاص يا سماء توقفي عن المطر، وغيض الماء الأرض بدأت تتشرب الماء، وقضي الأمر كل حاجة انتهت، الكافرين لكم والذين نجوا مع سيدنا نوح خلاص على متن السفينة. واستوت على الجودي، خلاص سفينة سيدنا نوح استوت على الجودي. لما الأرض بدأت تبتلع الماء بتاعها بدأت يعني رؤوس الجبال بدأت إن هي تظهر. استوت السفينة بتاعت سيدنا نوح على الجودي. والجودي ده بالمناسبة يعني أو معلومة ممكن أضيفها للي مش عارف، إن هو جبل في الجزيرة قرب الموصل طبعا في العراق يعني. وقيل بعدا يعني هلاكا للقوم الظالمين. فصحيت مستبشرة بهذه الآية الكريمة، لأن الآية دي فيها نجاة. خلاص قيل يا أرض ابلعي ماءك، يعني حسيت إن هي إشارة بإن خلاص اللي ذاكر ذاكر. حسيت بكده إن اللي ذاكر ذاكر، واللي اجتهد من أول رمضان خلاص اجتهد، وإن هي كانت ليلة القدر. فربنا سبحانه وتعالى وفقني للعبادة فيها، أو يعني بشرني برؤية إن قضي الأمر. خلاص اللي بلغ هذه الليلة خلاص بلغها واستوت على الجودية الحمد لله رب العالمين. السفينة بتاعتي أنا كأسماء استوت على الجودية بتاعها الخاص بيها. فدي كانت من الرؤى المبشرة صبيحة هذه الليلة. تالت حلم بقى أختي لما جيت أبشرها قلت لها أنا شفت رؤية جميلة جدا جدا، لقيتها بتقولي وأنا كمان شفت رؤية جميلة جدا جدا لي أنا وأنتي. اشمعنى لي أنا وأنتي؟ في الليلة دي أنا وأختي طلعنا أعلى قمة. عارفين أنتوا أعلى قمة في الجبل؟ إحنا طلعنا أعلى قمة في المنزل يعني اللي إحنا عايشين فيه، وفضلنا نبص للسماء. كان الجو والإحساس لا يوصف، شيء من السكون والسكينة والهدوء والريحة. في ريحة كده، في نفس جميل، في إحساس أنا مش هقدر أنساه. كان جميل جدا جدا. فطلعنا واشتركنا أنا وهي في الدعاء، أنا أدعو وهي تأمن معايا. طبعا يعني دعينا بأشياء تخصنا مشتركة بيني وبينها، وأشياء تخص أسرتي وإخواتي وكل أحبائنا يعني. فكنا بندعي بحرقة كده من القلب وهي تأمن معايا. وبعد كده بقى كل واحدة نزلت راحت في الخلوة بتاعتها. قالت لي أنا شفت رؤية جميلة ليا وليكي.
أنا وهي زي ما نكون رايحين كده للأوتيل أو فندق يعني 5 ستار، فرايحين للفندق ده علشان نسكن فيه يعني وكده. معذرةً تقريبًا المقطع ده يعني ما اتسجلش معايا. المهم كان في ناس كتير واقفين في الأدوار بتاعتهم عايزين ياخدوا المفاتيح بتاعتهم عشان يطلعوا الغرف بتاعتهم. أنا وتسنيم أول ناس أخدنا المفاتيح بتاعتنا، كل واحد مننا أخد مفتاحين، وبعدين ركبنا أسانسير وقمنا طالعين للغرف بتاعتنا، لإن الغرف كانت في مكان عالي يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. الغرف دي حسينا إن هي درجاتنا أو منازلنا. أنا مش هاقول لكم يعني إحنا كنا بنعمل إيه، مش تفصيليًا أوي يعني برضه، عشان الموضوع ما يتحولش للرياء، ولكن أقول الشاهد اللي أنا عايزة أقوله إن اللي بيجتهد مع رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة." فمن ضمن البشريات الجميلة الرؤى الجميلة اللي زي دي. فكان في اجتهاد لدرجة إن إحنا تركنا كل زهوات الدنيا حرفيًا، وكان في خلوة مع رب العالمين ليلًا نهارًا بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة إن عايزة أقول لكم أنا شخصيًا يعني كان عندي ألم في ضرس العقل كده، مشكلة فيه يعني كده. فكان المفروض إن أنا أروح للدكتور أشوف المشكلة اللي فيه دي. والله أنا كسلت، فضلت أجل أجل، قلت لأ أنا مش هطلع من البيت في خلوتي دي، هفضل لن أكلم اليوم إنسيا، يعني أنا مش هتعامل مع أي حد طوال أيام شهر رمضان. أنا ما خرجتش من البيت، وكان الإنسان في خلوة مع رب العالمين. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده يعني، ويكتب لنا العتق من النيران، ويعفو عنا سبحانه وتعالى. فكان الواحد كان في اجتهاد، وسارعوا وسارعوا بقى، كان في اجتهاد وكان في منافسة شديدة بيني وبين أختي يعني. فأحسبنا إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى أدركنا ليلة القدر. فدي كانت البشرات الجميلة اللي إحنا شفناها. شوقتينا قوي يا أسماء، كانت ليلة إيه؟ الليلة يا جماعة كانت ليلة 25. الليلة دي كانت أنا مش هانساها. ليلة فيها من الروحانيات والسلام، حتى الروائح، بغض النظر عن روائح البخور، المعطرات، الحاجات اللي فيها، بس كان بيبقى فيها ريحة كده استثنائية يعني، مش عارفة وكان فيها إحساس أنا مش هانساه. نيجي بقى الليلة فيها شك تاني، وده أختي. الليلة اللي فيها شك، الليلة التانية، ومش هنعمل بقى أي تشويق ولا أي حاجة، كانت ليلة 27. تسنيم بتقول لي: أسماء الليلة دي أنا حسيت إن هي ليلة القدر أكتر حاجة. ليه؟ بتقول لي: أنا كنت حاسة إن أنا مش لوحدي في المكان، حاسة إن سيدنا جبريل كان حواليا. هي بتقول لي كده، بتقول لي: أنا شميت ريحة في المكان. كل اللي راح الحرم، هي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أكرم رمضان الماضي، واعتمرت يعني قضت العشر أيام الأخيرة شهر رمضان في الحرم هناك. فبتقول لي الريحة اللي أنا كنت شماها، اللي راح الحرم عارفها، ريحة مميزة كده. فأنا كنت شامة الريحة دي في خلوتي. بتقول لي لدرجة إن أنا جات لي هستيريا بكاء، حسيت برهبة وقشعريرة كده، وفضلت أدعي أدعي في سجودي وأنا بعد ما خلصت، وأدعي 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 وأنا بعيط كده، عندي هستيريا من العياط. فبتقولي أنا أكاد أوقن إن هي كانت الليلة دي. أما أنا بالنسبة لي، وهي برضو كان عندها شك في ليلة 25 زيي، وشافت الرؤى اللي إحنا قلنا عليها. فكانت ليلة القدر والله تعالى أعلى وأعلم. ليلة 25 أو 27، وفي ناس بتقول 29، بس أنا بالنسبة لي كانت ليلة 25. قضي الأمر واستوت على الجودين، وزي ما قلت لكم رمضان هو رب كل الشهور وكل الأعوام. ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل وقت وحين. قصرنا، حصلت عندنا ظروف ما عملناش العبادات كما ينبغي أن تكون، خلاص اللي حصل حصل، نبدأ نجتهد فيه الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكلمكم على علامات قبول ربنا سبحانه وتعالى ليكم في رمضان، وباللي هيحصل بعد رمضان، بس خليها في فيديو تاني منفصل عشان انا مش عايزه اطول عليكم يعني. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا شايفين ان ليله القدر دي كانت اي ليله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. واكتفي بهذا القدر، فدائما ما اقول: اصبع تشير خير من باع يعجز عن الاحاطه. احبكم جدا جدا في الله يا طيبين، ان شاء الله نلتقي في الحلقات القادمه على خير باذن الله.